يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، او حسب ما بتشوف الفيديو. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا رب العالمين. يا رب تكونوا بكامل الصحه وفي احسن الاحوال. قلت بقى ايه، قومي بقى كده وتنشطي. إيه طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا كنت تعبانه. شكرا لكل الناس اللي دعت لي دعوه صادقه من قلبها. ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم ويجبر بخاطركم، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، لان بجد انتوا اكبر نعمة بصراحة. ومفتقداكم جدا الايام اللي مش بنزل فيها فيديوهات، بكون مفتقداكم جدا جدا. انا عندي فيديوهات بس للاسف عايزة مونتاج، وزي ما انتوا عارفين ان المونتاج بياخد وقت. صدقوني الفيديو ده حاولت اعمله مونتاج 3 4 مرات وما بيظبطش معايا. مش عارفة في ايه بالظبط. فياريت تقدروا تعبنا وما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. والناس اللي لسه ما تعرفنيش، انا ام مايكل ودي قناتي. خدي لك جولة في القناة كده، ولو عجبتك القناة ياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا ايه بقدمه. كده بدأت يومي. طبعا اليوم ده مليان شغل، فياريت تقدروا تعبنا. ياريت تقدروا تعبي لو حتى بلايك. والف الف شكر للناس اللي بتتفاعل بامانه وبتكتب كومنتات ايجابيه. وفي ناس انا بعرفها انها بتاخد من الصوره المصغره، بتعرف ايه اللي ايه في محتوى الفيديو، وبتكتب تعليق مش اكتر. لان انا بشوف احصائيات الفيديو وبعرف مين اللي شاف بالظبط ومين اللي ما شافش اصلا، والناس اللي بتتعامل بامانه والناس اللي بتكتب ايه تعليقات على الطاير. فياريت طالما دخلت الفيديو شاهدي لو حتى 3 دقايق منه، وبعد كده اعملي لايك وحابه تكتبي كومنت. طبعا ربنا يسعد قلبك ولكم بالمثل. زي ما بتفرحوا قلبي لما بقرا التعليقات بكون طايره بيكم بصراحه. ان ليا اخوات وامهات زي الفل زيكم كده، وناس مش قادره اوصف محبتكم بصراحه. ربنا يديم الود والمحبه بينا دايما يا رب. كده زي ما شفتوا في اول فيديو انا ايه قلت اغلي لبن، فكان في على وش اللبن حاجة كده ايه سمرة، كنت ايه بحاول اشيلها زي ما كنتوا شايفين كده. ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا ايه اشيلها. وطبعا بعد ما غلي اللبن رحت داخله ايه على الغرفه بتاعتي بقى. قلت ايه النهارده انا اعمل لها تنظيفه محترمه كده. مش معنى ان انا كنت تعبانه ان انا مش بنظف بيتي، لا طبعا. كنت بقوم وبفتح الشبابيك وبشتغل، بس شغل ايه على القد. زي ما انتوا عارفين واحده تعبانه يعني يا دوبك شغل على القد كده. شغل بمعنى اصح من على الوش كده. ترتيب من على الوش. بنعمل اكل خفيف عشان ما اقفش برضو ايه في المطبخ. فطبعا بدأت الحمد لله لما بدأت أشم نفسي كده واسترجع صحتي. قلت بقى أقوم أشوف اللي ورايا، لأن خلاص احنا دخلنا في شهر 9، يعني خلاص كل سنة وانتوا طيبين. خلاص بمجرد ان المدارس هتدخل علينا بتبدأ بقى روايح الشتاء. فلو عندك اي حاجة قومي بقى خلصيها. لو اي حاجة محتاجة الجو الحر والشمس ده خليكي بقى معانا في الفيديو كده وتنشطي معانا، وهتشوف هنعمل ايه في الفيديو. كده بدأت بقى فتحت الشباك وشلت مفرش السرير وديرت المرتبة عشان ساعات القطن بيكون مكتل فيها كده. وقلت اسيبها تتهوى كده قدام الشباك والشمس بقى، وندخل الطاقة الإيجابية ونطلع الطاقة السلبية من البيت. ونشوف بقى قومي بقى وتنشطي معايا يا ست الكل. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك حلو من ايديكي وتعليق ايجابي، ولكم بالمثل ان شاء الله بكل دعوة بتدعوها لي. وربنا يجبر خاطركم ويفرح قلبكم بحق كل كلمة انا بقراها وقلبي بيفرح بيها. ربنا يفرح قلوبكم يا رب، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. كده خلصت بقى، سبت الدنيا تتهوى ورحت على التسريحة بقى عطيتها بقى مسحة كويسة للمرايات وشلت المفرش ومسحت مكانه. وبدأت ارتب كل حاجة ارجعها مكانها كده على نظافة. خلاص بنقول هننضف تنظيفة كويسة، فطبعا بننضف كده بذمة.
خلاص بنعوض الايام اللي احنا كنا ايه نايمين فيها ومش عارفين ايه نشوف شغل بيتنا او كده. كان في حد كتب لي الصوت مش واضح المرة اللي فاتت، قال لي إيه، كتبت لي ان الصوت في اول الفيديو كان كويس وبعد كده ايه كان واطي، فياريت تتابعوا الصوت معايا. لو لقيتوا الصوت برضو مش بيظبط ياريت تكتبولي علشان ايه ممكن يكون في مشكلة في التليفون. كده بعد ما خلصت التسريحة كده خلاص وبقت تمام وخلاص كده. الفرشة اتهوت معايا والمرتبة اتهوت، بديها برضو ايه تنفيضة كويسة بحيث لو في اي تكتلات اصلا في القطن او كده يفرد ويبقى كويس معايا. وهبدأ بقى ايه افرش الأوضة، بس طبعا بعد ايه بعد ما مسحت الموبيليا كلها. خلاص انا في الاول وريتكم ايه ان انا مسحت المراية، مشيت بقى على الكومود وعلى الدولاب وكده وعلى بقية الخشب اللي في الأوضة والسرير وكده، مسحتهم برضو ايه مسحة كويسة. بقول لكم ان انا هشيل الكراسي والطقطقة ديت ايه اطلعهم بره علشان بقى ايه اكنس وانضف برضو ايه مكانهم. وبعد ما فرشت السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والكوفرتة ديت كنت مطلعاها على الشباك هي والمخدة والمخدات الصغيرة تتشمس ايه شوية عبال ايه مخلص وايه واجي افرش السرير يكونوا اتشمسوا وغيروا كده برضو، لان انتوا عارفين ان احنا في الحر والعرق وكده لا بنطلعهم برا ايه في الشباك. وبدأت ايه اكنس كده الغرفة. بوريكم الازازة ديت معايا فيها كلوريكس 5 في 1 وايه واللي معايا في الدرق ده إيه مية بمسحوق. وهدي بقى دعكة كده ايه للأرض دعكة محترمة بعد ايه ما كنستها كنسة كويسة كده. خلاص بقى بننضف تنظيفة كويسة نكون راضيين عنها علشان بعد كده نحس براحة ايه نفسية. يا سلام بقى على الرغوة والانتعاش بقى والرغاوي ديت بحس انها بتغسلني من جوه كده بصراحة، ولا ريحة النظافة والانتعاش كده. يا سلام مهما كان الجو حر مع الروايح الكويسة ديت بتحس ان في انتعاش كده ايه وفي روح وحياة كده ايه في المكان. بقول لكم الموب ديت طبعا ايه كل شوية كده بحس انها بتقصر معايا وبتدخل لجوه كده. رحت مغيراها ايه, بعصاية حطيت عصاية كده كويسة وبتمسح وزي الفل. بس للأسف اليوم ده بقى ايه ما كملش، وجت في الاخر وانا بمسح بيها الصالة برقي الصالة وكده اتكسرت مني. فانا هبقى اوريها لكم واللي عنده حل يقولي لان انا مش عارفه لها حل. وزي ما انتوا شايفين انها كانت لسه جديده وملحقتش يعني ايه افرح بيها. كده بعد ما نشفت الارض كويسه الارض كويس معلش الحر بقى ايه عامل عمايله. رديت ايه السجاده. طبعا انتوا عارفين ان انا شايله الفرش بتاع الاوضه بتاع الغرف كلها والصالة وكله متشال عشان الجو نار ومش مستحملين ايه فرشة او كده. بدأت ايه ارد الكراسي مكانها ومسحتها طبعا والطقطوقة وحطيت المفارش كده ونزلت الستارة. ورحت بقى ايه توكلت على الله بقى قلت ايه بالمرة بقى وانت في قمة نشاطك كده وانت متنشطة ادخلي بقى ايه اغسلي السجاد بتاعك لان خلاص إيه الايام دخلت علينا زي ما انتوا عارفين وخلاص ممكن الجو يقلب بايه في اي وقت. سبحان الذي يغير ولا يتغير. يعني ممكن في اي وقت الجو تبص تلاقي الشمس بدأت تبرد او كده فلا ولسه الجو حر والشمس لسه حامية كده. هنغسل بقى ايه السجاد بتاعنا طبعا ده كله بتاع الاوض. زي ما انتوا شايفين هو كمية بس ربنا بيقوي. توكلي انت على الله وقدمي المشيئة كده وقولي يا رب قويني وربنا هيقويك ويعينك بأمانة. معايا كده في الطبق ده مية كلوركس ألوان مسحوق أوكسي عادي بودر. وده كده شارياه من عند بتاع المنظفات شاور سجاد. ده شاور سجاد رغوته عالية وجميل وبينضف برضو. بدأت بقى كده قبل الأول ايه السجاد
هتقولولي ايه فايدة انك تبلي السجاد اصلا طب ما تغسلي على طول؟ لا، كده لو في اي حاجة لازقة في السجاد او كده، عبال ما بخلص كل السجاد واجي اغسله بتكون دابت كده ايه وطلعت من السجاد، واغسله ايه على نظافة كده، مش اي حاجة كده وخلاص. لا طبعا هنغسل كويس علشان يدينا افضل نتيجة في الاخر، وتفرشيه يبقى نضيف كده، وكمان يطول في المدة معاكي. لو غسلتي اي كلام هتبصي مش هياخد وقت وهيتوسخ تاني معاكي وطبعا الايام الجاية هتبقى شتاء ومفيش جو ينشف السجاد. فمن دلوقتي بقى ايه اغسلي كده، وكمان عشان تبقى النتيجة مرضية ايه في الاخر بالنسبة لك. طبعا انا بالنسبة لي ديت الطريقة اللي انا ماشية عليها من سنين كده. انا كنت لما فرش ايه اوضة الاولاد كده وحطاه كله في قلب بعضه علشان ايه ما ياخدش مكان زي ما انتوا شايفين كده. وبالاكتر بتاع غرفة الاولاد بصراحة بيكون واقع منهم حاجة غصب عنهم او كده، لا، فبرضو لازم ابوشه زي ما بنقول كده بنبوشه وايه واسيبه بقى. وكمان بيساعد كمان في انك إيه ما تحتاجيش كمان مسحوق كتير معاكي، وبيساعد ان الفرشة تمشي معاكي كمان. يعني هي خطوة مهمة بأمانة. إيه الكبار بقى بتوع الصالة بصراحة إيه لا، ما وعدكمش ان انا هقدر ان انا اعملهم. انا كنت الاول بأسى على نفسي واقول لا، ايه اللي هيخليني اوديهم برا؟ لا مش بيعجبني غسلهم، ما بينضفوش، لا انا اعملهم واكون راضية عن النتيجة بتاعتهم. هما بيتغسلوا برا وبيجوا مش عاجبيني برضو. بس للأمانة الحمد لله نشكر ربنا على كل حال. ارجع واقول ان انا احسن من غيري، وان انا الحمد لله كويس ان انا بقدر اقوم وانضف شقتي، وان انا ايه قدرت اغسل دولت برضو. الف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا يديمها نعمة، نعمة الصحة علينا ديت اكبر نعمة بصراحة. ولو ما كنتيش تسندي نفسك بنفسك محدش هيسندك. خلي بالك بعد الشر صحتك لو راحت محدش هيسندك بأمانة بأمانة وعن تجربة. زي ما بيقولوا كده اقفل على نفسك ألف باب وباب، واللي يقولك واللي يقولك أنا جنبك قوله كداب. وبصراحة تسلم الشدة اللي بتبين الناس، بصراحة تسلم الشدة اللي بتبين الناس. في مواقف عديت بيها كتير بينت لي ناس كتير قوي، ناس كتير قوي في حياتي. كنت واخدة فكرة عنهم ان انا لو حصل اي حاجة معايا في حياتي اول ناس هتكون معايا الناس دولت. للأسف للأسف مش قادرة اقول لكم اخر ناس، لا بالعكس ما كانوش موجودين نهائي. مش اخر كمان، لا ما كانوش موجودين نهائي. فاسندي حالك بحالك وخافي على صحتك، خافي على صحتك. بمعنى اصح انت اولى بصحتك انت وبيتك. ما تهدريش صحتك على اي حد في الدنيا. ولو عملت معروف احتسبيه عند الله، عند الله فقط اللي هيجازي الناس كلها حسب عملها. انا مش ندمانة على اي حاجة عملتها مع اي حد، او اي خدمة او اي مساعدة قدمتها لحد. بس بتزعلي وبتحزني ان تعبك راح في مكان مش في مكانه. إيه، واخدين بالكم من كلامي؟ ايه رأيكم؟ انا بتكلم صح ولا غلط؟ ايه رأيكم في كلامي؟ يا ريت تكتبولي في التعليقات لو حد وصل معايا لحد هنا. اصلا انا عارفة ان اغلب الناس زي ما قلت لكم في الاول بيكتبوا التعليق من الصورة المصغرة، بس بيني وبينكم ربنا. كده الحمد لله. خلينا نغير الموضوع احسن، لان بصراحة لما بتكلم في الموضوع ده بيضايقني. فالحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة. احتفظي بصحتك وخافي على صحتك
وحاولي بقدر الامكان تراعي ربنا في صحتك، لان بعد الشر لو حصلك اي حاجة محدش هينفعك، ولا انتي ولا عيالك بصراحة، ولا انتي ولا اولادك حد هينفعهم، واللي هيسأل عليهم مرة مش هيسأل عليهم مرة تانية خلاص. فانتي اهتمي بنفسك. يا ما اهدرت في صحتي، يعني كنت اقول لا ما وديش السجاد برا، ده ضمن برضو سبب من الاسباب. لا انا بنضفهم وانا معرفش وما اعملش ده بره وما خليش ده بره، وكنت باجي على نفسي والاخر الحمد لله الحمد لله. صدقوني يعلم ربنا يعلم ربنا وشاهد على كلامي، انا غسلت شوية المشايات دولت وقعدت اسبوع مكسرة حرفيا، عظمي كله حرفيا مكسرة، كنت بتحرك وانا مش قادرة اقولكم كنت بعيط من شدة الألم اللي فيا. فانا لا مش هدوس على نفسي واغسل الكبار هنا، هوديهم المغسلة. وفي حد قال لي على مغسلة نظيفة وكويسة وبتنضف، فهغير المغسلة اللي انا بغسل فيها وهوديهم، هتصل بيهم ان شاء الله يجوا ياخدوهم وبيغسلوهم ياخدوا فلوسهم ويجيبوهم نضاف ومتعطرين وزي الفل. ويبقى الحمد لله كفاية عليا دولت زي العلقة، زي ما اكون واكلة علقة محترمة، كأن حد ماسك عصاية وضربني على عظمي لما مكسر عظمي حرفيا. فالحمد لله اهي الحمد لله علقة وعدت وخلاص. يعلم ربنا انا كنت بحاول لو شفته في اول الفيديو ان انا اغسل بالفرشة الطويلة ديت، لقيت نفسي بيضيع ومش قادرة، ومن اول مشاية مش قادرة اخد نفسي خلاص، حسيت ان انا مش هقدر اكمل. فقلت اكمل بيها، فقلت يمكن ديت عشان حفر او كده فبتقف فيها. حاولت بقى في واحدة عادية اللي هي العادية بتاعت غرفتي الصغيرة ديت، لقيتها لا بتمسك اكتر، قلت لا عليا رحت واخده بقى الصغيره، الفرشه الصغيره زي ما انتوا شايفين، وبدات ادعك بيها كده اهوت. الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب انك قوتني وعطتني الصحه ان انا اخلصهم، والحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. وما احتجتش حد يساعدني، والف حمد وشكر ليك يا رب، نعمة بشكرك عليها صبح وليل انك مش حواجني لاي بني ادم في الدنيا. الحمد لله. انا من نوعية الناس اللي صعب تطلب حاجة من حد، لو ما عملتليش الحاجة ديت من نفسك كده وبمحبة، لا عمري في حياتي ما بطلب من بني ادم، لو حتى بموت حرفيا. إيه مش هقول لكم ان مثلا ده جحود او كده، لا ربنا يقوي كل واحد على شيلته. انا عارفة الناس فيها فاللي بيخلص شغلة بيته بيخلص حاله ده، يعني مش قادرة اقول لكم، اكيد انتوا كلكم فاتحين بيوت وعارفين، فحرام ما اقدرش اطلب حاجة من حد ابدا. ممكن اقدر على نفسي الحاجة مش قادرة اعملها النهاردة خلاص خليها بكرة خليها بعده، لكن اطلب من حد حرام ازود يعني حمله حملين. فكده الحمد لله نشكر ربنا على كل حال، نشكر ربنا على كل حال الحمد لله. انا على قد ما بتعب وكده بس بشكر ربنا ان انا قمت وقفت على رجلي وقدرت برضو اخلص شغل بيتي. طبعا انا مشغلة الحنفية زي ما انتوا شايفين كده، والقطعة اللي بخلصها بتنيها كده علشان برضو اغسل ظهر السجادة كمان معايا، وبسحب كمان معايا بالمساحة زي ما انتوا شايفين، منها بتخلص من الرغاوي، ومنها كمان لو في اي بقعة بتكون بتتضح ليا كده بعيد عليها تاني، اقوم اعيد عليها تاني. خلاص زي ما بقول لكم بنغسل غسلة كويسة خلاص، علشان ما عادش فيه وقت، لان
لو ما غسلتهمش كويس زي ما قلتلك وفرشتيهم، هتبصي في اقل وقت هتبصي تلاقيهم ايه اتسخوا معاكي. فكده الحمد لله ان انا عديت بيهم، لانهم بصراحة كانوا زي هم على قلبي. على قد ما تعبت بعدها وبقيت مش قادرة خالص، بس ايه الحمد لله انهم خلصوا كده ايه على خير. كده برفعها. طبعا لو شفتوا ان انا في حرف السجادة اللي في الاخر ده كان متني، فحاولت ايه عشان افرده معايا كده، برمته بالشكل اللي شفتوه ده. وكده انا واخدة الخرطوم وبلف كده ايه على السجادة من فوق، عشان لو في بواقي اي رغوة او اي حاجة ايه تنزل منها. زي ما انتوا شايفين كده، هي برضو لسه بعد الشطف ده برضو لسه بتنزل كده في رغاوي زي ما انتوا شايفين. والحمد لله وعدت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحمد لله انا بشكر ربنا ان انا خلصتهم. وكان في قبل منهم برضو ايه البطاطين، وكان اول سنة برضو ان انا اسيب البطاطين لوقت متأخر كده، بس الحمد لله عديت بيهم برضو ايه وخلصتهم. مش قادرة تعملي الحاجة بتاعتك ما واحدة في واحدة كده، مش قادرة تغسلي مثلا الكمية كلها على بعضها، اغسلي مثلا قسميهم على مرتين، قسميهم على 3، بحيث انك برضو ما تهلكيش نفسك مرة واحدة زي كده. انا اللي خلاني تعبت ان انا هلكت نفسي مرة واحدة، وانهم كانوا كمية. هتقولوا ده حاجات صغيرة، حاجات صغيرة، بس لما بتشرب مية بتتقل. وانتي كمان في الدعك ده برضو بترهقي عضلات ايديكي وبترهقي عضلات جسمك كلها. فالحمد لله على كل حال، وانهم خلصوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. ان ايه اليوم ده طبعا كان تاني يوم عندي بواقي محشي، فكان عندي غدا. ده بقى اللي شجعني ان انا عندي غدا، ان انا مش هخلص البهدلة دي كلها واعمل غدا كمان، لا، خلصت بقى ايه اللي ورايا الحمد لله، وهسيبهم يتصفوا. وعلى بالليل بقى يكونوا اتصفوا خالص، اروح اوديهم على الحبال عشان ما يكونوش ايه تقال على الحبال ويقطعوا الحبال معايا، لان احنا كمان في الحر والاحبال اصلا ما بتكونش مستحملة من الشمس، فبخاف انهم يقعوا ايه من على الحبال بعد بقى ايه ما اتبهدلت فيهم وتعبت كده. لا خلاص كده الحمد لله خلصتهم، وهم واتشال من على قلبي كده. لو لسه انت عندك حاجة عايزة تتغسل قومي واغسليها، توكلي على الله كده. وزي ما قلتلك كمية كبيرة قسميهم على مرتين، على 3، على حسب ما تقدري وعلى حسب ما ربنا يقويكي. مش بقولك اعملي زيي، لان انا بصراحة زي ما قلتلكم انا كنت عاملاهم. اللي خلاني تعبت ان انا عملت الكمية دي كلها مرة واحدة، وكمان ايه ان انا طالعة من تعب. فالحمد لله على كل حال، نشكر ربنا على كل حال. كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت ايه غسلة بقى ايه محترمة بنت ناس كده، وشاطفة كمان محترمتين 3، علشان ايه لو بقيتي اي مسحوق هيجير معاكي وكأنك ما عملتيش اي حاجة وتعبك كله راح ايه على الارض. زي ما انتوا شايفين كده سبتهم يتصفوا اهوت. بقول لكم ولسه في جوه كمان انا حطاهم على البرميل، سندهم على البرميل من تحت. واعزكم الله انا ايه حطاهم على التويلت كده ايه بقول لكم يتصفوا هنشرهم كده اهوت. نشرتهم بالليل وبقوا زي الفل اهوت. سيبتهم بقى ايه لحد الصبح، كانوا خلصوا ايه بواقي المية اللي فيهم، وضيرتهم ايه على وشهم. كنت متابعاهم يعني ايه ان انا بضيرهم كده عشان يتشمسوا ويبقوا حلوين. لو فيديو النهاردة عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. مع السلامة.